في سنة 1949 كانت مصر لسه تحت الحكم الملكي. مجتمع الفوارق الطبقية فيه واضحة جداً، وبتحط حدود حادة بين الأفراد حسب طبقتهم الاجتماعية. وفي وسط الأجواء دي ظهر لنا فيلم غزل البنات، اللي لعب بطولته العظيم نجيب الريحاني والجميلة ليلى مراد، وقام بإخراجه المبدع الكبير أنور وجدي. مختاري وتميل يا خير ورقصي ويا ريسي ليه. قصة الفيلم كانت عن الأستاذ حمام، مدرس لغة عربية بسيط من الطبقة الوسطى، الطبقة اللي نالت حظ من التعليم والثقافة، بس ما كانش عندها لا نفوذ ولا سلطة ولا ورث كبير يضمن لهم مكانة في وسط كبار البشوات والإقطاعيين. ساحب 175 باقي لك 25 اهم. كتر خيرك، بس لو تسمع ساعتك. مع السلامة. ما هو بس اتفضل. لكن نهارك سعيد. سعيد قوي. الأستاذ حمام بتقابله مشاكل في حياته كتير بسبب ضميره الحي، لكن الحظ بيبتسم له لما بيقع عليه الاختيار عشان يدرس لغة عربية لبنت الباشا المدللة ليلى، وده الدور اللي لعبته في إثارة الغناء العربي في فترة الأربعينيات والخمسينيات الجميلة ليلى مراد، واللي قدمت في الفيلم ده مجموعة من أبدع وأروع أغانيها. أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. أستاذ حمام نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. والمكر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني نعمل. وزي أي بنت في سنها وفي مكانتها الاجتماعية بخفة روحها ودمها بتملى حياة الأستاذ حمام بهجة وفرح عاش طول عمره مفتقدهم، ومع الوقت بيلاقي نفسه واحدة واحدة بيتعلق بحلم مستحيل، وبيتخيل رغم فارق السن والمكانة والطبقة والمستوى إن ليلى ممكن تحبه، برغم إنه عارف حدوده كويس وعارف إنه حبه ليلى شيء من الخيال، مش بس عشان فرق السن أو الشخصية، لكن عشان فرق نظام اجتماعي كامل. أتعلم أن ليس لي أحدا سواك يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك. يا حبيبي أنت نور حياتي. ده انت اللي أنا اللي بتقلب شكلك جامد. بلاش ترسم حاجة. إزاي بس يا أستاذ؟ ده الوقت بيفوت والملحق ملوش ملحق. معلش أنا تعبان شوية النهارده. بلاش. أما ليلى فكان قلبها في مكان تاني، متعلق للأسف بشخص وصولي انتهاسي كل غرضه الوصول لأموال والدها من خلال قلبها، فبيحاول أستاذ حمام إنه يدافع عنها عشان يخرجها من الورطة دي. وهنا بيظهر دور البطل الشهم الهمام الكابتن طيار وحيد، اللي بيلعب دوره مخرج الفيلم ومؤلفه الفنان الكبير أنور وجدي، واللي بيستعين بيه حمام عشان ينقذ ليلى. معروف ابو سيد، اسمع مني اعمل معروف. اسمع منك. اتفضل يا سيدي سمعني، اطربني، غنيلي. جماعة فسدانين، جماعة مجرمين، جماعة بلطجية عايزين يفسدوا أخلاق بنت شريفة، بنت طهارة، بنت واحد باشا. بنت واحد باشا؟ باشا من سويه ده؟ من اللي بيطلعوا في السينما؟ لا يا سيدي باشا صحيح، باشا حقه وحقيقي. طب وانا مش حشرني في الموضوع؟ بس تساعدني نخلصها من ايديهم وينوبك ثواب. دور الأستاذ حمام ده كان من أهم وأصدق أدوار نجيب الريحاني، اللي قدم الكاركتر بمزيج فريد من الكوميديا والشجن، الابتسامة دايماً على وشه، لكن جواه إحساس إنه مش كافي، إحساس بالفرق الكبير بينه وبين الطبقة الأرستقراطية اللي بيتعامل معاها. دور يليق إنه يبقى تتويج لمسيرة واحد من عباقرة المسرح والسينما الأوائل، اللي للأسف وافته المنية قبل عرض الفيلم بأيام قليلة، وكان آخر مشاهده في التصوير في الفيلم في بيت الفنان الكبير يوسف وهبي،
لما كان بيسمع أغنية الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب عاشق الروح، وساعتها دموعه كانت حقيقية جداً، كأنه شايف شريط عمره بيمر قدامه في وداع يليق بشخصية عظيمة لا تنسى في تاريخ الفن. أنور وجدي اللي كتب وأنتج وأخرج الفيلم ولعب بطولته كان وقتها واحد من أنجح صناع السينما، واشتغل على إنتاج ضخم نسبياً بتوليفة ذكية بين الكوميديا، الرومانسية والاستعراض. ومنسيش يحط في التوليفة دي النظرة العميقة لمجتمع بيتحدد فيه طبقته الاجتماعية، إزاي تحلم ومين تحب. خليك قاعد معايا شوية، أنا محتاجة للي يكلمني، للي يونسني، لروح حلوة تناجي روحي. وأنت؟ ايوه انا رحت في داهيه. فيلم غزل البنات مش بس واحد من أشهر أفلام الكوميديا الرومانسية في السينما المصرية، ده فيلم استثنائي متكامل فيه نجوم كبار وموسيقى خالدة وسيناريو وإخراج متوازن وأداء استثنائي من كل أبطاله. وعشان كده تم اختياره عشان يكون في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ويحتل المركز التاسع بجدارة. غزل البنات ما كانش مجرد فيلم خفيف، غزل البنات كان مراية لمصر في عهد ما قبل ثورة يوليو، ووثيقة مهمة قبل ما كل حاجة تتغير، بلد فيها الرومانسية والأناقة والرقي، وفيها كمان فجوة كبيرة بين عالمين كان صعب قوي يتقابلوا.